إصابة جميع حراس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناتكم وقناتي خبر في الجون، أهلا ومرحبا بكم معنا في خبر جديد النهاردة، وجايين نتكلم عن إصابة جميع حراس مرمى فريق النادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. وبصراحة ما كانتش نهاية غريبة جدا أبدا، دي نتيجة متوقعة لخروج الفريق الأهلي بالكامل من مباراة إلى الأخرى إلى غيره وغيره وغيره إلخ، وما كانش في أي وقت راحة أبدا ما بين المباريات. فاحنا هنتكلم النهاردة عن إصابة جميع حراس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. فقد تلقى فريق الأهلي المصري ضربة قوية قبل أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي الذي يجمعه أمام نظيره الوداد المغربي. ويعتبر نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي هو نهاية مكررة للنسخة الماضية، حيث جمع بين الأهلي والوداد أيضا في الموسم الماضي من البطولة، وتوج به الفريق المغربي في ذلك الوقت. إصابة حراس الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتلقى الفريق الأحمر ضربة جديدة في مركز حراسة المرمى قبل لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أصيب مصطفى جوبير حارس الفريق الشاب خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد إنبي التي أقيمت أمس الجمعة. وأصيب مصطفى شوبير بجرح قطعي أعلى العين بعد تدخل عنيف من جانب إسلام محارب لاعب فريق طلائع الجيش ليزيد أوجاع وصيف دوري أبطال إفريقيا قبل النهائي. واحتاج شوبير لغرزتين أعلى جفن العين عقب المباراة مباشرة، وحسب ما ذكره السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر أن الحارس سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم، إلا أن ما يثير قلق الفريق هو تورم العين بشكل كبير مما يحجب الرؤية. وتأتي إصابة شوبير بعد الإصابة التي تعرض إليها علي لطفي الحارس الثاني في ترتيب حراسة عرين المارد الأحمر خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام إنبي قبل الماضية، حيث يعاني علي لطفي من شد على مستوى العضلة الخلفية، الأمر الذي يجعله يحتاج إلى أسبوع من أجل التعافي من إصابته والعودة للمشاركة مرة أخرى. إصابة حارسي الفريق الأحمر تأتي في ظل غياب محمد الشناوي الحارس الأصلي للأهلي الذي تعرض إلى إصابة منعته من المشاركة في مباريات الفريق الثلاث الماضية أمام الترجي في إياب دور نصف النهائي ومواجهتي إنبي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز. ويعاني الشناوي من شد على مستوى عضلة السمانة، الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، كما تهدد مشاركته في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. كما تعرض حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأحمر الرابع لكدمة قوية على مستوى الركبة، والتي أثارت شكوكا حول إصابته بقطع في الغضروف قبل أن تحسم نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع إليها سلامة غضروف الركبة. الجدير بالذكر أن الأهلي يمتلك 4 حراس ضمن قائمته الإفريقية للموسم الحالي، وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير إلى جانب حمزة علاء، أي أن جميع حراس المرمى المتاحين لنهائي دوري أبطال إفريقيا قد أصيبوا. أما عن موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فتقام مباراة الذهاب المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في الأحد الموافق 4 من يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة، على أن تقام مباراة الإياب المرتقبة بين الفريقين لحسم اللقب على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في 11 من ذات الشهر. وبكده يكون الخبر بتاعنا انتهى، ولو كان عجبك الخبر ما تنساش تعمل لايك وكمان تشترك في القناة لو انت أول مرة تشوفها دعما منك للقناة، وكمان عشان يوصلك منا كل جديد. أشكركم جدا من كل قلبي على متابعتكم الفيديو لحد الآخر. كنتم مع قناتكم وقناتي خبر في الجون.